كنتِ ex musulman يعني أنتِ كنتِ مسلمة، أوكي، اهم، وخرجتِ من الإسلام، وأنتِ اهم، الإسلام ما اخترتيشه كدين وإنما كان متوارث عن طريق العائلة أو نوعًا ما مُجبر، هذا الكلام قلتيه بفمك، on est d'accord. اهم، دونك oui. السؤال الأول اللي نسألك هو على الاطلاع، ما فيش يعني فخ ولا شيء، فقط باش نستوعب أنا نوعًا ما المنهج والسبب. الأخت الكريمة، ما هو السبب اللي خلّاك تخرجي من الدين الإسلامي؟ شكرًا، تفضلي. شكرًا. السبب هو هُما الآيات القرآنية. الآيات القرآنية مثلًا الآية اللي بتتعرف اللي خرّجتني، أنا كنت نحب الإسلام، أنا كنت من الناس اللي كندافع على الإسلام. اسمحي لي، كلمة مليحة هذه، قلتِ كنتِ تحبّي الإسلام، كنت ما هو نحبّه. الشيء الذي خلّاكِ تحبّي الإسلام؟ والديّا فقط. والدِك خلّاك تحبّي الإسلام، والديّا واه. كيفاه والدِك خلّاك تحبّي الإسلام؟ زوين كيقولوا لي زوين، 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 يقولوا زوين. لِك والدِك، يعني والدِك في زوج حيين. لا يا هم. لأ، كاين ربي يطوّل في أعمارهم ويعطيهم الصحة، كاين دوز. واحد فيهم متوفي الله يرحمه، لكن حبيت فقط باش نسألك على جزئية متعلقة بالمشاعر والعاطفة، يعني اهم، تدخل في علم النفس، أوكي، تدخل في اهم، علم النفس اهم. والسيكولوجيا فنزلت الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. الله حلل لهم الفروج ديال النساء متزوجات. هل هادي أنا كنقول لا يعقل خالق الكون يكون الكلام ديالو هذا، يستحيل. هذه غير نقطة بلا ما نهضر. تفهمي يفهموا الناس، يعني أنتِ الجزئية اللي تناقشتِ فيها السبب، وقولي لي إيه هو السبب الأساسي والرئيسي اللي خلّاكِ تخرجي من الدين الإسلامي هو وجود نصوص في القرآن الكريم تم تفسيرها وتأويلها أنها لا تخدم حق المرأة وحقوق المرأة وفيها إهانة للمرأة، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ ماشي غير المرأة، كاينين بزاف د الحوايج. لا، المهم. هنا نحكوا على الأفكار، حكيتي في نقطة أساسية متعلقة بحقوق المرأة في القرآن الكريم وفي الدين الإسلامي. حبيت نقول لك كاين سورة مريم تتحدث عن أم عيسى عليه السلام، تتحدث عن المرأة اللي تكون عفيفة وما إلى ذلك في أحسن صورة. كذلك عندنا الملكة بلقيس زوجة سليمان. كذلك عندنا لما تحدث عن حواء في القرآن الكريم أنه الإنسان آدم، يعني الله عز وجل لما حب يبين لنا كاين شيء يسمى التحليل اللغوي واللفظي والمعنوي والفلسفي اللي خلى كثير من الفلاسفة والأدباء الملحدين بالأساس يعتنقوا الدين الإسلامي، انطلاقا من سورة مثلا لما يتحدث عن آدم لما كان في الجنة، رغم كان في الجنة والملائكة إلا أنه كان وحيدا، لما خلقت من ضلعه حواء لتونسه في الجنة. يعني أنه مدى قيمة المرأة اللي يقولها الله عز وجل بشكل غير مباشر أن المرأة كانت الأنيس لأول رجل في الجنة وما هي الجنة بملائكتها، لم يكن هناك أنيس ورفيق للرجل إلا المرأة اللي هي حواء، حتى ورغم خطيئة حواء ونزلت لم يطلب الله عز وجل من آدم أن يضرب حواء أو أن يعاقبها، بالعكس كانوا البعض سند. في مثلا قصة لوط، رغم أن زوجة لوط خانت زوجها يعني في أوامره أو اختياراته، لكن الله عز وجل أعطانا عبرة من لوط عليه السلام أن لا يضرب زوجته أو يهين زوجته أو يعاقب زوجته، وهذا دلالة على أن العلاقة بين الرجل والمرأة كيف تكون. كذلك مريم تم تقديسها في القرآن الكريم أن المرأة المحافظة على عفتها وكرامتها كم لها من تقديس في القرآن الكريم. إذا بين الملكة بلقيس الأكبر وأعظم رجل تاريخيا في اليهودية والمسيحية والإسلام سليمان عليه السلام ملك الإنس والجن وكيف تعامل مع بلقيس برقي، موسى عليه السلام النبي القوي كيف رأى امرأتين فخاطبهما وقال لهما ما خطبكما ورعى لهم الغنم، يعني من موسى عليه السلام وتعامله برقي مع امرأتين، مع سليمان وتعامله برقي مع ملكة بلقيس، مع آدم وأساسية وجود المرأة، مع عفة مريم. كل هذه الصور وكل هذه القصص تؤكد أن المرأة لها مكانة كبيرة وراقية لتنزل صورة أصلا باسمها اللي تتحدث عن الأم. كذلك أن المرأة تكون ملكة، كذلك زوجات الأنبياء والرسل اللي هم النموذج والإكزامبل كيفاش كان عندهم المكانة وكيف كانت معاملة الرسل والأنبياء أو الرجل والمرأة لازم تكون بالاحترام بالرقي وبالتساوي.
هذا الجزء اللي نقدر نشوفه أنا شخصيا في القرآن الكريم، اللي هو كلام الله الواضح والصريح. لما تأخذ أنت جزئية في تعبيرها اللغوي تم تفسيرها وتأويلها من ناس بعد 150 سنة، تكون متناقضة مع كلام الله الأساسي الموجود في القرآن الكريم، فهنا كاين تناقض ما بين النص الصريح للكلام الذي لا يتم تحريفه أو تأويله هو كلام الله، مع جزئية موجودة في السنة. وهنا مشيت لي إلى شيء يسمى بالحديث الصحيحة. هل ممكن تعطيني السند والمتن يعني الكرونولوجية تاع الأحاديث التي أطلقت عليها بأنها أحاديث صحيحة؟ المهم غنرجعو. يا أخي واش منيتك حبسة ما قدرتش. سوري عرفتي يا أخي، جيتي كتقول لي الإسلام ناضر وبالقيس تتعاود لي الخرطي، كتعاود لي الخرطي دي زيستوار خرطي. اسمح لي تصنت لك نوبتي وهالعر